الجبنه دي بقى غاليه، ما تحطوش كتير، حطوا على القد. يعني ايه على القد؟ يعني قطعوها كده زي ما انا بعمل، مش لازم بقى ابشر واحط وارمي. والحاجات اللي انا بشوفها دي بصراحه بحس ان هم بيلاقوا الحاجات ديت بره. يعني مش بيشتروها بصراحه. ده انت بتروح تجيب الربع كيلو ولا النص كيلو بكام يا جماعه؟ الرحمه حلوه برضه ب 40 هي جنيه. يا دوب كده. ده يا ماما اغلى والله، بس اهو احنا كده هناكل وكده هناكل، مش لازم نغرق الدنيا يعني. اهم حاجه ان احنا الحاجه جت البيت وكلنا، والعيال والعيال اتبسطوا والدنيا حلوه اهو. وهوريها لكم برضو، مش هتبقى يعني يا احلى ما في البيتزا الجبن بصراحه، بس الواحد هيعمل ايه. لسه بقى كده اهو، وهنحط الموزاريلا لسه، خليكم معانا. موزاريلا. نكمل بقى، نحط باقي الموزاريلا. ودي كمان بقت ما شاء الله يعني بقي ليها سعر في السوق الموزاريلا. بس بدل ما نروح المطعم ونستنى، اي نعم الاكل في المطاعم بيبقى حاجة تانية غير البيت يعني، كتغيير جو وتغيير مكان وبتاع، بس بصراحة الاكل في البيت بتشبع، ترتاح، العيال بتبسطوا. بس عادي ممكن ناخدها ونروح اي مكان ونروح ناخدها. ممكن نروح نعملها في البيت وناخدها في مكان مفتوح، دي ممكن. لكن بصراحة انا قررت ان انا ما انزلش اي مطعم اكل فيه. يعني اخر مرة ما حسيتش ان انا اتبسطت ولا عيالي اتبسطوا، مع ان صرفنا مبلغ يعني مش قليل بالنسبه لي. انا المبلغ مش قليل لان انا عندي ولاد وبتاع، فبالنسبه لي المبلغ مش قليل يعني. انا لو كنت عملتها في البيت كان بيبقى بالنسبه لي احسن واوفر، كان العيال هتبسطوا ويشبعوا اكتر. ف عايزه اوريكم قبل ما ادخلها الفرن. خليكم بقى في البارت التاني شوفوا عملنا فيها ايه.